السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. يا مساء الفل عليكم على 102.2 موجات راديو القاهرة الكبرى. أهلا بيكم دايما منورنا. احنا معاكم أسرة تنفيذ على الهوا، هندسة إذاعية محمد إبراهيم، وبسعد بيكم شيرين الدسوقي. كل سنة وانتم طيبين، عام سعيد 2021 يا رب يكون عام سعيد علينا، خالي من الأمراض وخالي من المشاكل والمواجهات الصعبة اللي مرينا فيها في 2020. مرينا بحاجات كتيرة جدا في الفترة اللي فاتت، ولسه لحد دلوقتي برضو بنعاني. يا رب يحفظ الجميع من الخوف من الإصابة بفيروس كورونا. وكلمة حد معدي من جنبي عنده فيروس كورونا يعني دي بتعمل هلع لبعض الناس. طيب احنا ازاي نسيطر على الخوف ده، وازاي نتعامل معاه، وازاي نتعامل مع ابنائنا، وازاي نتعامل مع المجتمع، وازاي ننتج في وسط كل هذه الازمات؟ كل ده هنتكلم معانا عليه النهارده في فترتنا المفتوحه من دلوقتي لحد الساعه 7، وهينورنا في الاستوديو الدكتور بلال زين، مستشار عام الصحه النفسيه بالاتحاد الدولي. دكتور زين يعني دقائق يكون معانا ان شاء الله، والحوار مفتوح معاكم، وتليفوناتنا 239 23 7 11 و239 21 4 37. ازاي ممكن ان انت تسيطر على ممكن رعب ممكن يصيبك من اي حاجة، مش شرط كورونا بس، ان انت تسيطر على اي مشكلة ممكن تواجهها، ازاي نتعامل نفسيا مع مواجهة فيروس كورونا، وازاي نعلم اولادنا. 239 23 7 11 و239 21 4 37. ازاي تقدر تواجه الرعب اللي ممكن يتملكك ان انت ممكن تصاب بعد الشر من فيروس كورونا، وازاي تتعامل مع الناس، وازاي نتعامل مع المتعافين من فيروس كورونا. كل المواضيع دي على فكرة اتكلمنا فيها كتير قبل كده، بس برضو عايزين نأكد عليها عشان انا شايفة في الفترة الاخيرة دي في بعض المخاوف وبعض الاشاعات وبعض الكلمات التي قد تضايق من اصيبوا، وايضا ان هي بتعمل رعب للناس، ان هو لو حد خالط حد عنده كورونا وراح زار حد تاني قالوا ده انت مخالط، ده انت عادتني، ده انت وحاجات كثيرة جدا جدا جدا. احنا عايزين نسيطر عليها. تليفوننا 239 23 7 11 و239 21 4 37. ازاي نقدر نتعامل مع ممكن الرعب اللي يتملكنا من خوف الإصابة من فيروس كورونا، وازاي نتعامل مع المتعافين. معنا اتصال تليفوني. الو في تليفون يا محمد ولا لا؟ الو. طيب يعني حاولوا اتصلوا بينا تاني 239 23 7 11 و239 21 4 37. بعد قليل يعني هيكون معانا تليفونيا دكتور بلال زين، هيحدثنا من خلال الطب النفسي ازاي ان احنا نقدر نسيطر على كل مخاوف، ازاي نتعامل مع ابنائنا. مواضيع كتيرة جدا، بس تابعونا على 102.2 وشاركونا على 239 23 7 11 و239 21 4 37. لسه مكملين مع بعض، ومساء الخير يا القاهرة على 102.2. ومعنا تليفونيا دكتور بلال زين، المستشار الصحة النفسية بالاتحاد الدولي واخصائي علم نفس. دكتور بلال مساء الخير. مساء الخير. يعني احنا دلوقتي بنتكلم على موضوع مهم جدا ومتأثر بيه العالم كله، لكن احنا بنختص الشعب المصري بالذكر ان احنا في بعض الناس، بعض الفئات بيبقى عندهم هلع وفزع من التعامل مع اي بني ادم انه ممكن يكون عنده او حامل فيروس كورونا. ازاي ان احنا نوجه رسائل للشخص ده، وازاي ان احنا نخليه يقدر يتعامل مع المجتمع بس بالاحتياط؟ اوكي، طيب سنة سعيدة عليكم الأول. كل سنة وحضرتك طيب. وانتم طيبين يا رب. طيب الفكرة كلها مش محتاجين يكون عندنا هلع أو ذعر
على قد ما ناخد بالنا ونحتاط كويس. يعني الفترة دي او الفيروس بتاع كورونا هو خلاص بقى زيه زي الاوبئة اللي عدت علينا قبل كده. احنا عدى على مدار سنين اوبئة كتير جدا، وبالفعل راح ضحايا ليها كتير. اوكي، فاحنا عايزين نتعامل بان احنا نحط الوقاية في عين الاعتبار. ما نتعاملش مع الموضوع بسلبية. نشيل مسؤولية الفيروس على قد ما نقدر. يعني صحيح مش هنتعامل زي ما كنا بنتعامل، وفي نفس الوقت برضو مش مطلوب ان احنا نعادي بعض. بالظبط. لكن بص يا دكتور بلال، يعني في بعض الشخصيات، يعني انا ممكن حضرتك تقدر تسيطر على تصرفاتك في بعض الشخصيات. انا قابلت شخصية يعني بسأله بقول له فلان اللي انت كنت معاه عامل ايه؟ على فكرة بنته عندها شكوى ان هي ما فقدت حس الشم. بصيت لقيته اصيب بالهلع. هي دي الشخصية اللي عايزة اتكلم عليها. اصيب بالهلع ان هو مجرد سلم على البني آدم اللي بنته يعني عندها بعض المظاهر من أعراض كورونا. فإحنا نقول له إزاي تمشي على خطوات عشان تعمل تحكم لشخصيتك من الخوف اللي هو سيطر عليك ده. طب هي الفكرة ببساطة، يعني أنا مطلوب مني في الأزمات إن أنا أبقى مرن شوية. مرن في ايه؟ مرن في ان اولا المصادر اللي انا بجمع منها المعلومات بتاعتي تكون موثوقه جدا. لان يعني اكيد ملموس بالنسبه لنا ناس كتيره بتقعد تدي انستراكشنز وتقول ادويه وتقول وصفات وتقول اعشاب وكلام كتير مش مجدي. اوكي، فاحنا عايزين نتاكد من المصادر اللي بتقول لنا المعلومات. ده رقم واحد. رقم 2 ان احنا نشيل مسؤولية التعامل مع ده، يعني نبقى متأهبين لده. بنطبق التعليمات بتاعتنا. الخوف الزيادة او في حقبة من الناس الموضوع قلب معاهم بفوبيا. بالظبط. وقلب معاهم بوسوسة، وبقت خلاص منعزلة ومش عايزة تتعامل مع حد. بالظبط. خاصة كبار السن. مظبوط. نقول لهم ايه يا دكتور عشان يعني نطمنهم ونخليهم يتعاملوا مع الحياة، غير ان هو يراجعوا اي مصدر ويراجعوا اي حاجة ممكن تجي لهم من بره؟ بس حقيقي ما فيش حاجة نقدر نتيقنها في ان مثلا فلان مش هيصاب او هيصاب. لكن الانستراكشنز اللي احنا كلنا ماشيين فيها الوقاية. يعني هل انا بطبق معايير الوقاية فعلا ولا لا؟ بالظبط. انا بطبق معايير الوقاية ولا لا؟ دي النقطة اللي مفروض ان احنا نمشي وراها. دي مفروض اول واهم نقطة. طيب دكتور بلال زين، مستشار الصحة النفسية بالاتحاد الدولي. الاولاد، يعني في بعض الامهات والاباء برضو بيصيبهم هلع مش على نفسهم، على اولادهم. والطفل ده يعني مش مستوعب ان هو لازم يتحرك، عايز يخرج، عايز يعمل. انا في امهات بتقولي انا عيالي ما خرجوش من للشارع بقالهم 3 شهور. فيعني احنا نقول لهم ايه؟ ان يتصرفوا ازاي؟ طب انا هقول لحضرتك على حاجات انا لاحظتها الفتره الاخيره. اتفضل. بالنسبه يعني الاهالي والاولاد اللي هم في فتره المراهقه او ما قبل المراهقه يعني. انا بلاقي ان في اهالي كتير قوي فئه عندهم سلبيه تجاه الموضوع. يعني ينزلوا عادي واولادهم ياكلوا من بره عادي ويحتكوا عادي وممكن يقعدوا مع زمايلهم في مسافات قريبه من بعض جدا وكأن مفيش حاجه. في فئه تانية زي ما حضرتك بتقولي، يعني الموضوع بقى مقتصر على ان هم عزلتهم عن المجتمع بره. ظنا منهم ان هم كده مش هيصابوا بحاجه. برضه مش مطلوب مننا غير الوسطيه. بالظبط فعلا. يعني ما اعملش ده، ما اعزلهمش تماما ولا خليه ينزل يحتك بكل الناس عادي. مطلوب مني برضه ان انا اعلمه ازاي يقي نفسه من ده، ازاي ان عادي يبقى مع زميله بيلعب
بس ما يقربش منه، ما يلمسوش، ما يمسكش اي حاجه، ازاي يعقم نفسه باستمرار. اعتقد لو اتعلم ده هيبقى افضل بكتير من ان انا. طيب حضرتك قلت في نوعين من الاباء والامهات، نوع يعني سايب الدنيا خالص، يعني الاولاد ينزلوا وقت ما هم ينزلوا، ما يرجعوش حتى يغسلوا ايديهم بعد ما يرجعوا، الكلام ده كله. في نوع حريص جدا جدا جدا. عايزين نقسم النوعين دول ونقول نصائح محدده تطمئن الاباء والامهات او تخليهم حريصين من حضرتك. اتفضل. طب هو دايما اللي بيبقى مجدي مع الابناء في المرحله العمريه دي ليد باي اكزامبل، يعني انا لازم اكون قدوه ليك بره مع المجتمع. بحتك ازاي، بلبس ماسك ولا لا، في سانيتايزرز معايا ولا لا، بهتم اصلا باني اسيب مسافه بيني وبين حد ممكن يكون عنده دور برد او عنده اي اعراض، ولا انا بحتك عادي. الاكل بره، الشرب بره، كل الانشطه اللي ممكن اعملها وانا مندمج مع المجتمع بره. اعتقد المرحله العمريه دي لو شافوا قدوه بيطبق ده هيعملوا زيه. بالظبط كده. طب العمر الصغير يا دكتور بلال، يعني العمر اللي هو عمر يعني 2 3 سنين 5 سنين، اوكي، يعني برضو في يعني العمر ده بيبقى فيه كثير من الأمهات عندهم مخاوف رهيبة إن هي الأطفال قاعدة في البيت، هو ده الأكتر حاجة أمانا قعدتهم في البيت. طيب هو بشكل عام الفترة دي خلينا كلنا نبقى متفقين إن هي مش فترة طبيعية. يعني خلينا كلنا متفقين إن هي فترة وباء. طبيعي الأنشطة بتاعتنا هتختلف، اهتماماتنا هتختلف، أولوياتنا هتختلف. اللي كان معتاد بيخرج كتير أو بيقضي الأوقات بتاعته بره أكتر، دلوقتي لا، مش مفترض إن هو يعمل كده. بالظبط كده، بالظبط كده. بس في انا زي ما قلت لحضرتك، في امهات بتقعد الاولاد بالشهر والشهرين جوه البيت من غير خروج خالص. اوكي، ما دي حالة نفسية تبقى سيئة معادة على الطفل. مظبوط، ده بسبب الخوف الهستيري اللي بيبقى موجود. يعني ده احنا قلنا ان احنا نبقى شوية عندنا وسطية في ده، يعني لو في ضرورة اني انزل او في ضرورة اني اعمل حاجة فاوكي اعملها، مفيش ما يمنع كده، لكن اتجنب الاماكن المقفولة، اتجنب الاماكن اللي فيها زحمة على قد ما اقدر يعني. طيب في موضوع تاني، الخوف من السقوط الاقتصادي برضو. يعني في بعض الناس بتبقى او بعض الناس عندها هلع ان المنتجات الغذائية ممكن يحصل لها حاجة فتقعد تشتري حاجات كتير وتخزنها. يعني لو ان ده مش موجود، وهنا في مصر ما يعني من بداية أزمة كورونا في بعض الدول كتيرة جدا لأنها ان هي عندها أزمة في المواد الغذائية، لكن الحمد لله عندنا مسيطرين. برغم كده بيبقى برضو في ناس عندهم الموضوع ده. عايزين نغير الفكر بتاعهم ونقول لهم ايه يا دكتور بلال؟ يعني أبسط حاجة نقولها لهم من ساعة ما بقينا على دراية بالفيروس لغاية النهاردة، يعني احنا داخلين على قربنا على سنة اهو. ما شفناش في بلدنا ان احنا افتقدنا سلعة. بالظبط، نديهم الدليل القاطع. صحيح، يعني افضل من اي كلام. يعني ما فيش حاجة اعتقد اي بيت او اي اسرة مصرية دورت على حاجة ما لقيتهاش، حقيقي السلع كلها متوفرة. بالظبط. طيب الخوف من السقوط الاقتصادي، مش عارف بكره خاصه في الاباء ممكن يقول لك طب ايه، لا ما ده ملوش لازمه ان احنا نشتريه، مش عارفين بكره في ايه. اوكي، ده ممكن نتعامل معاه ازاي الزوج دوت؟ طيب هو ما بيبقاش خوف على قد ما هو يعني حذر. يعني احنا نقدر نقول ان هو حذر شويه. انا ما ببقاش ضد ده في الفترات اللي هي بتاعت الاوبئه، لكن ما يبقاش بشكل مرضي. يعني الاهم ان هو ما يبقاش بشكل مرضي. يعني من شويه قلنا النقطه بتاعت ترتيب الاولويات. لو انا شخص او انا زوج معتاد ان انا اجيب رفاهيات كتير وحاجات كتير وممكن حاجات ما بتستخدمش،
اوكي، ممكن الفتره دي اكون حذر في ان لا، طب انا مش هعمل كده دلوقتي، ما فيش ما يستدعي اني اشتري كل الحاجات دي، هشتري ضروري. لان طبيعي الفتره اللي جايه مبهمه للناس كلها. يعني احنا طبعا كل الاجهزه بتعمل احسن حاجه عندها في الدوله، ده حقيقي، ويعتبر احنا الاقتصاد بتاعنا مستقر الحمد يعني لله. نشوف ان اقتصادنا الحمد لله مستقر في ظل الازمه اللي احنا فيها دي. فمش عايزين بس تصرفنا يبقى بشكل مرضي، عايزين نبقى متزنين نوعا ما. احنا اتكلمنا في اللينكات السابقه عن ازاي نسيطر على الخوف، ازاي الاباء والامهات يتعاملوا مع الابناء في خلال الازمه التي تمر بالعالم، واحنا بنتكلم هنا على مصر في ازمه كورونا. ازاي نسيطر على النواحي النفسيه من حيث ان احنا يعني نشتري حاجات كتير ونخليها في البيت ومش عارفه ايه وامان والكلام ده كله. قلنا ان ما فيش خلال السنه اللي فاتت دي اي حاجه تتعرضت بيها مصر الحمد لله، وشكرا للمسؤولين ان هي ممكن تخلينا نستدعي للخوف. نصائح أخيرة برضو هيكون معانا من خلال الدكتور بلال زين، مستشار الصحة النفسية بالاتحاد الدولي وأخصائي علم نفس. دكتور بلال، يعني قولي نصائح أخيرة، يعني نقول قواعد كده يومية نمشي عليها، كل شخص يتعامل إزاي مع نفسه ومع المحيطين من ساعة ما ينزل من بيته الصبح. طيب اوكي، هو يعني اول حاجه طبعا ما فيش غنى عن التعليمات الوقائيه. يعني ضروري جدا نبقى لابسين ماسك، ضروري جدا يبقى معانا الكحول، بنعقم كل حاجه. المسافات، ما نقعدش في اماكن مزدحمه. لو في حد عنده اي اعراض برد فنبتدي نعمل تباعد بيننا وبينه. والأهم من ده قبل ما ننزل من البيت إن إحنا نحاول على قد ما نقدر إن إحنا نعمل توازن نفسي. يعني إيه توازن نفسي؟ إن أنا أتعامل مع الأزمة اللي إحنا فيها بمسؤولية. أتعامل معاها وأنا مستبصر يعني إيه أزمة، أبقى متفهم إن على قد ما في مشكلة وفي خوف منها وفي إصابات وفي حالات، في ناس خفت. في ناس خفت. يعني إحنا دايما مركزين على إن مش عارف اللي هيصاب هيحصل له إيه، لما في أعداد كتيرة ما شاء الله دخلت وتعالجت وخفت. في لقاح لسه عاملينه وأغلب الناس بتقول إن هو مجدي جدا. فإن احنا نتوازن نفسيا واحنا بنتعامل مع الموضوع ده مهم. بالظبط. هيخلي عندنا وسطية في كل حاجة، ولا هيخليني خايف وبذعر دايما وخلاص على طول بقى في وساوس جوايا. وفي نفس الوقت هبقى بتعامل بحرص ومخلي بالي على نفسي وعلى أولادي وعلى بيتي، والموضوع هيمشي كويس. طيب يا رب إن شاء الله. وندي نصايح أخيرة كده للأمهات. اوكي، الامهات بس نبقى يعني عاملين فوكس شويه على اولادنا. ما نسيبهمش الفترات العاديه اللي هي كنا قبل الازمه، زي ما بنسيبهم طول اليوم مثلا بره، او نبقى معاهم في التمرينات بتاعه الانديه، نبقى معاهم في اي اكتيفيتي بيعملوه بره. نحاول نفكرهم دايما، لان طبيعي الاولاد بيبقى عندهم طاقه كبيره قوي للعب والتنطيط والكلام ده، ففعلا ما بيركزوش في الاجراءات الوقائيه بتاعتنا. فنحاول ان احنا ما نزهقش، بس ان احنا نفكرهم يعني. طيب جميل جدا. كل سنة وكل الناس بخير وحضرتك طيب ودايما، وكل الناس في أمن وسلامة أهم حاجة، وسعادة إن شاء الله، وربنا يقينا إن شاء الله يا دكتور. يا رب، كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم يا رب. يا رب. شكرا ليك دكتور بلال زين، مستشار الصحة النفسية بالاتحاد الدولي وأخصائي علم النفس، على هذه النصائح. ويا رب سلم الجميع، ويا ريت نخلي بالنا من نفسنا، نتبع كل القواعد الاحترازية اللي قالت لنا عليها الدولة: لبس الكمامة، التباعد، الحفاظ على النظافة الشخصية، غسل اليدين دائما بالماء والصابون. كل الحاجات دي كلها نحاول
بنحاول لازم ان احنا نعملها عشان نقي نفسنا، وبرضو نحمي صحتنا من خلال الاكل كويس والنوم كويس والرياضة برضو طبعا. يعني حاجات كتيرة جدا 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 هتساعدنا وهتقوي جهاز المناعة عندنا. شكرا لكم اعزائي المستمعين، سعدنا بصحبتكم أسرة تنفيذ على الهوا، هندسة إذاعية محمد إبراهيم، وبسعد بيكم دايما شيرين الدسوقي.